شويه جزر مبشور ومتقطع وفلفل الوان. ده الزيتون اللي هيتاكل على طول في 10 ايام. هحط شويه عصفر، شويه كده حلوين على الجزر كده والبتاع الجزر طبعا مقطعينه حتت كبيره، وفي شويه حبه البركه صغيرين مش كتير عشان البركه بيسود الحاجه. هركن ده على جنب شويه. وبصي جهزت لك شويه ليمون، بصي متقطعين كده، قطعناهم كده. هناخدهم غلوه ونحطهم على النار اهو، غلوه واحده بسيطه بس، ونحطهم كده على النار ياخدوا غلوه مع كوبايتين ميه. لما الليمون يغلي هنحط شويه توم كده حلوين، قد راس توم عليهم. التوم بيديله طعم حلو برده، وكيس ملح. اللي يخلي الحاجه اي مخللات تعيش معاكي الملح الكتير. لو حطيتي ملح قليل في الحاجه بتتهري منك وتبوظ، والملح الكتير مش هيبوظها. هاتي كده كبشه او مقصوصه. دخلنا الليمون اهو. بصي انا سلقته بس سلقه واحده عشان ده هيتاكل مع الزيتون، فاهمه؟ مش انا بسلقه وبعمله بعصفر. طعمه بيبقى تحفه حرفيا. وهو الميه بتاعته هاخدها دي اللي انا هسقي بيها الزيتون، فاهمه؟ دي احسن طريقه تعملي بيها زيتون ويطلع معاكي شكل وطعم ولون ومنظره تحفه، وهو يتاكل كده حاف. بصوا كده. هعمل انا كمان حاجه حلوه قوي تخلي الزيتون ايه بلمعانه ونحفظه لمده اطول. شويه زيت صغيرين، وهحط زيت فوق الوش بس كده. يلا يديله لمعه وفي نفس الوقت يحافظ عليه. تعملي بقى نعبي البرطمانات دي طبعا ميه الليمون اللي اتسلق فيها، فاهمه؟ عامله البرطمان حطي كده الليمون، تغطي بيه خالص الزيتون كله كده يستوي معاكي الليمون والزيتون في نفس الوقت. 10 ايام وتاكلي من البطرمان ده. بس كده الزيتون خلص يعتبر. 10 ايام تاكلوا بألف هنا. بصوا بقى جمال الليمون بالزيتون او الزيتون بالليمون. 10 ايام باذن الله تعمليه وتاكليه. اهم حاجه في تخليل الزيتون او اي مخللات الملح يكون بزياده. كل سنه وانتم طيبين.